ولادك ما خصهمش يتفرجوا لا في التليفون ولا في التلفازه في هذه العطله، ولكن هما كيتفرجوا في التليفون والتلفازه في هذه العطله وانت ما عندك ما دير. ايوا على الاقل اجي نوريك شي حاجه اللي هي زوينه، اللي تقدر تعاونك عليهم في التربيه وتمرر لهم رسائل اخلاقيه ودينيه اللي زوينه. يعني ما يبقاوش جالسين قدام التلفازه، حنا كنسحابوهم كيتفرجوا في الرسوم المتحركه وهما كيتفرجوا في مسلسلات ديال قله الحياه اللي كتمرر رسائل الشذوذ والمثليه. وزيد وزيد، الله يحفظنا ويحفظكم. غادي نعطيك هنا دي زيشونتيون ديال افلام كرتونيه اللي هي زوينه وكتمرر رسائل اسلاميه واخلاقيه اللي كتعلم سلوكات زوينه بحال الامانه، الصراحه، المعقول، الاحترام، التعاون، يتجنبوا الغيبه، يتجنبوا النميمه. المهم من هذا الشيء كامل شي انك تلقى ولادك يتفرجوا وانت تنوض تقضي شغالاتك وتنساهم، حيت علامه الصمت عند الوليدات هي انهم كيديروا لاباتي. داكشي علاش خاصك تجلس وتثبت معاهم واحد شويه، خصوصا اذا كانوا مازال ما وصلوش 10 ديال السنين، وتجلس تحضر معاهم الحلقات الاولى ديال هذاك المسلسل الكرتوني، سواء اختاريتيه انت سواء اختاروا هما وشفتي اشنا هي الرسائل اللي داخله فيه، وتجلس تحاور معاه باش تشوفوا واش كيفهم شي حاجه ولا غير حال فمه وكيحف عينيه باطل. ايوا فيكم يا الجيل الذهبي، تفرجتوا شي عام في هذه السلسله كان يا مكان الحياه ولا لا؟ فاش كتفكركم هذه السلسله؟